هل تجوز الصلاة بثوب إلى منتصف الكعبين؟ وما حكم من صلى إماما بالمصلين ولا يعرف عدد ما صلى؟ في حكم صلاة من صلى وثوبه على منتصف الكعبين كما هو مذكور هنا، في هذه هي القضية في حكمها قولان لأهل العلم، وهنالك من أهل العلم من يقول إنها تبطل صلاته لأن الحد المأذون به للثوب هو أول الكعبين، وقيل إنه لا تبطل حتى يجاوز الكعبين. بما أن الأمر قد وقع من قبل فيمكن أن يرخص فيما مضى للخلاف في الموضوع، ومن شك أثناء الصلاة في عدد الركعات يبني على اليقين الذي هو الأقل، ويمكنه إن كان إماما أن يرجع إلى تنبيه المأمومين وأن يسجد للسهو. أما الشك الطارئ بعد الفراغ من الصلاة فهذا لا يلتفت إليه وليسأل ربه القبول، إلا إن تبين له بدليل من الأدلة أنه قد نقص ركعة مثلا، ركنا من أركان الصلاة مما لا تقوم الصلاة دونه على سبيل اليقين وليس الشك، فهذا حينها يؤمر بأن يقضي تلك الصلاة، والله أعلم.